الوصفة الأصلية والوصفة الحصرية والمعتمدة عندنا تاع القريوش هي الوصفة اللي اعتمدناها على جداتنا وأمهاتنا. الوصفة والعجينة تبقى هي، ولكن لي زاستيس تبدلوا شوية، حاولنا نبدلوا وحاولنا نبسطوا في الطريقة باه ما تجيناش صعيبة، يعني باه ما نبذلوش جهد فيها بزاف، وبدلنا شوية في الشكل تاع القريوش كيما درت انايا اليوم. بدلت شوية في الشكل تاعو ودرت له حشو بالمكسرات، صدقوني جا بنة، يعني في الشكل باهي كيما راكم تشوفوا يجي بريستيج وباهي يسر العين ويسر الخاطر. والذوق تاعو تاني جا مزيج ما بين ذوق القريوش والمكسرات بنة لا تقاوم. قبل ما نبداو الفيديو فضلا منكم وليس امرا اشتركوا لي في القناه وفعلوا لي زر الجرس، ما تنسوش تضغطوا لي على زر الاعجاب، هذا الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. نبداو بسم الله. هنا في القصيعه وشي درت، كيلت بالكاس تاع 240 مليلتر، درت 2 كيسان تاع فرينه، ودرت عليهم رشه تاع ملح، ودرت عليهم رشه تاع خميره كيميائيه، رشه برك باليد كيما شفتوا. نخويو مكان في الوسط ونحطو ليدام تاعنا. انا ليدام هنايا درت السمن، خدمت بالسمن، درت نصف كاس الا اصبع تاع سمن بارده، دايبه وبارده. هنايا مع السمن نحطو الماء. هكا هذا لاستيس الاولى اللي راح نمدها لكم اليوم، باه ما تجيكمش يعني باه ما تتعبوش فيها من بعد ديرنا الكعاب باش توليو تغربلوا فيها. هكذا ديروا الطريقه هذه، انا معتمدتها في عده وصفات تاع القريوش اللي كنت شاركتها مع متتبعاتي في قناتي الاولى. ندير بالطريقه هذه سواء القريوش ولا البقلاوه ولا الحلويات اللي على هذا المنوال، نديرها كيما هكا باه يعني نكتسب الوقت وما نبذلش فيها جهد بزاف، نولي نغربل ونولي نخدم فيها. انايا العجينه تاعي لميتها كاس الا ربع، يعني النص هذاك تاع الماء زدت عليه ربع كاس. لميت العجينه بالقوام يعني اللي موالفين نلموا عليه القريوش، ومن بعد دلكتها شويه كيما راكم تشوفوا، مقدار واحدة دقيقه دقيقه ونص هكذا باه تتجانس لنا المكونات تاع العجينه تاعنا فقط. نلموها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح. بيد ما ترتاح لنا العجينه تاعنا انا رحت للمكسرات. نديرو كاس اللي كيلنا به الفرينه، كاس مكسرات مرحيه. انا هني وشي درت مكسرات، خلطت ما بين اللوز بالقشور والكاوكاو، رحيتها كيما نرحيو عادي الحلويات، بصح ما غربلتهاش، خليتها مرحي كيما نقولوا هكا متوسط ومرحي رقيق اخلاص مخلط. زدت عليه مغرف تاع سمن دايبه، مغرف تاع ماء الزهر، ونصف ملعقه، نص مغرف سكر القهوه العادي يعني هذاك الخشين. نخلطوهم مليح 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 مع بعضهم ونخليو الخليط تاعنا شويه يتعسل. نرجعوا للعجينه تاعنا، نرجعت للعجينه تاعي لقيتها ارتاحت. هنا نحلوا العجينه تاعنا. هاد لاستيس الثانيه اللي راح نعطيها لكم اليوم، الطريقه هذه تاع التوريق سهله وبسيطه ومبسطه، وخدموا بها بزاف حلوجيات من قناتي الاولى وعجبتهم ودعاولي بالخير. هنايا نفتحوا العجينه تاعنا. انا الكميه هذه تاع العجينه دات لي غير مغرف تاع نشا، راح نورقوها بالنشا كيما راكم كيما شفتوا في الصوره. نشيح بيدي النشا هذاك في العجينه، اللي دخل في العجينه هذاك ولصق في العجينه هاو هذاك اللي راح يورق لي. اللي بقى من الفوق كيما الفرينه هكا هذاك نديروه بالبانسو نحيوه، على خاطر من بعد راح يبس لنا العجينه تاعنا. كيفاه نورقو ونطويو كيما راكم تشوفوا الشريطه، نطويو بالطيات من التحت حتى للفوق. هذه هي فقط التوريق تاعنا، وتجي واحد العجينه مرقه وتتنفخ لك ما شاء الله، تجي تهبل. اللي تحب تخدم بها مباشرة تخدم، انا نخليها ترتاح شوية هكذا بتاخد لي الطوع. وقسمتها على زوج كما شفتوا. بعد ما ارتاحت لي العجينه حليتها كيما نحلو يعني القريوش، ما نديروهاش حتى ما نحلوهاش حتى البلان دو طرافاي تاعنا يولي يبان، وما نخلوهاش عجينه تاعنا خشينه، على خاطر من بعد كي نوليو نخدمو في الحبيبات راح نطويوهم، يعني راح تكون العجينه تاعنا سميكه. ما نديروش العجينه خشينه هنايا كي نحلوها. ناخدو لامبورط بياس هذه المدوره هذه اللي كيما شفتوها،
القطر تاعها 7 سنتيمتر، ونديرو نطبعو بها العجينه تاعنا اللي حليناها كامل. نحاولوا الدوائر نسندوهم لبعضاهم هكا باش مبقاولناش لي شيت بزاف. عبالكم لي شيت تاع القريوش ولا تاع البقلاوه نخدموا بهم الخطره الاولى نديروا بهم القريوش، المره الاولى يجيو منفوخين، المره الثانيه تفسد لنا، يعني التوراق هذاك تاعنا يموت، ما يتنفخلناش الحبه ويجيونا يابسين. لي شيت ما نعجنوهمش كيما راكم تشوفوا، نرصوا عليهم برك باليدين، نغطيوهم في كيس بلاستيكي ونخليوهم يرتاحوا حتى نولي ليهم نخدموهم. هنا نبداو نشكلو في القريوش. انايا هنايا راح نسودي العجينه تاعنا نلصقها غير بالماء، غير بالماء هكا بصبعي، غير بالماء. اللي تحب دير بياض البيض ادير، ولكن انا درت بالماء وجاتني على الكيف. نديرو الدوائر كما راكم تشوفوا، نلصقو هكا مع بعضهم على الحاشيه 5 6 كيما تحبي، ومن بعد نحكمو بالحلال. من الافضل يكون الحلال عفوا هذاك الصغير، هذاك الرقيق الصغير، ولكن انا ما عنديش، عندي غير هذا، انا خدمت غير بهذا وجاتني مليحه. من نص تاع الشريط تاع الدوائر نحكمو نحلو للتحت كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيبو الحشوه تاعنا، يعني نحلوها على قد ما تقدروا، حلوها على قد ما تقدروا. نجيبو الحشو تاعنا كما راكم تشوفوا نزربعوه برك هكا، انا ما حطيتش بزاف، غير درت برك تري هكا بالحشو وخلاص. نزيدو نحطو صبعنا في الماء وندهنو من تحت الشريط تاعنا من تحت خلاص، مين حليناه بالحلال، ونغلقو على المكسرات كما راكم تشوفوا. نتاكدوا باللي احنا وغلقنا على المكسرات مليح باه ما يسيحناش من بعد في الزيت كي نوليو نقليو. وندورو هنايا الحبيبه تاعنا نروليوها كيما هكا، احنا ما نشوفوش للفوق للشكل تاع الورده، نشوفوه للتحت للشكل هذاك تاع المحنشه. كي يجينا الشكل تاع المحنشه مسقم والدوائر ورا بعضها الشكل الحلزوني هذاك يجينا باين، يعني الورده من الفوق تاعنا راح تجي مسقمه وعلى بعضها. نروحو نحلو الورق تاع الوريده تاعنا وتجينا وريده ما شاء الله. انا هنا راني نخدم غير بشويه باه تشوفوا الطريقه تاع التشكيل، هي الخدمه تاعو والله غير سهله. اللي يشوفها كيقول راهي صعيبه وتاخذ الوقت، بصح والله غير سهله. شوفوا من تحت كيفاش شكل المحنشه ومن الفوق ورده، والشكل تاعها بالطول هكا جاي كيما القنيدلات. بعد ما نكملوا الحبات تاعنا كاملين بطبيعه الحال كل ما نخدموا وحده راح نغطيوها بالكيس بلاستيك باه ما تشيحلناش القريوش. عبالكم القريوش كي تشيح العجينه تاعو من الفوق الشكل تاعو راح يولي حرش، كي تقليه يبان احرش الشكل تاعو من الفوق، ما يبانش باهي. انا خدمت معاكم حبه خلاف. اللي وصلت معايا لهذا القدر من المشاهده وعجبها الوصفه، عجبها النوع عفوا هذا تاع القريوش، ممكن حبيبتي نطلب منك طلب انك تشتركي لي في القناه هذه راهي جديده، هذا وين بديت نحط فيها في الفيديوهات. من فضلكم ادعموني باه تكبر القناه تاعنا ونستفيدوا كامل من الوصفات، يعني انا نستفيد منكم بتشجيعاتكم وانتم تستفيدوا معايا بالوصفات كما كنت في قناتي الاولى. انا بعد ما كملت كامل الحبيبات تاعي كنت حطيت الزيت على نار خفيفه، ماهيش خفيفه خلاه يعني هاديه، وماهيش متوسطه، قل من المتوسطه شويه. درك تشوفوا معايا النار، نحطوا كميه كبيره تاع زيت. من الافضل نقليو في كاسرونه هكا باه يتغمروا الحبات تاعنا تاع القريوش. انا الكاسرونه هذه دايرتها غير المقروض والقريوش، نقلي فيها دائما. شوفوا النار يا البنات، راني خليت لكم هكا النار اكسبري باه تشوفوا يعني التوهج تاع النار. شوفوا النار تاعي ماهيش قويه. بعد ما تاكدت باللي الزيت تاعي راهو سخن نبدا نحط في الحبيبات. اللي عندها الشبكه اللي نقليو بيها دير في الشبكه، اللي ما عندهاش الشبكه دير برك تقلي برك
كيما انا هكا تحكم تحط بالفرشيطه وتقلي. راكم تشوفوا كل ما نحط حبه تاع القريوش تتنفخ الورقات كيما راكم تشوفوا وتطلع على الزيت. نعاونهم غير بالمغرف حتى نكمل. بالنسبه للتعسل انا ما خداتليش كميه كبيره تاع عسل على خاطر عندي غير كميه قليله تاع الكريوش. انا درت بواطه هذيك الصغيره تاع العسيله نشريوها من المتاجر، نحطوها في حاجه غامقه. انا درت يعني درت صوتيز هذيك ولا المقله اللي شفتوا اللي تشوفوها دركا، حطيت فيها الحبات تاعي تاع الكريوش وندير عليهم غير بالمغرف، يا اما يكون الكريوش تاعي دافي والعسيله بارده، يا اما العسيله تاعي دافيه والكريوش بارد. هكذا باهي متصلنا العسل بيجينا معسل حتى للداخل. نحطو غير بالمغرف من الفوق ومن التحت، من يعني من العجينه بزاف والمكسرات راح ياخذ لنا وقت باه يتعسل، يعني نخليوها في العسل 3 سوايع 4 سوايع باه يتعسل لنا مليح. صدقوني يجي لنا ولا اروع. انا هنايا الصوره راهي ما عطيتوش حقه الكريوش، قالت ديماج تاعي ماهيش مليحه لدرجه انها تعطيها حقها. صدقوني هايل ما شاء الله. نتمنى تجربوها الوصفه هذه وتعجبكم. مع السلامه.